حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال. بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. تخيلوا الفاروق عمر وهو يحكم دولة الإسلام، ويأتيه من خيراتها من مشارق الأرض ومغاربها. فها هي الروم تفتح، وها هي مصر تفتح، وها هي فارس تحت حكم الإسلام، وخيرات الأمم تجلب إلى المدينة خلافة المسلمين. يأتي المدينة نوع من أنواع الأقمشة فيوزعها عمر على الناس بالسواء، وهو مثله مثل الناس. يوزع، يبدأ بآل البيت دائما، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي مرة من المرات وزع الأقمشة على الناس، فإذا بهم يرونه قد لبس قماشا أطول مما وزع على الناس. فقام يخطب يوما، فقام إليه أحد أصحابه فقال له، يروى أنه سلمان، قال له: يا أمير المؤمنين، لا سمع لك ولا طاعة. قال: ولم ذاك؟ لو كان حاكم غير عمر الكلمة هذه أصلا ما يجرؤ أحد أن يقولها. حكام هذا الزمان حتى هذه الكلمة ما حد يقدر يقولها أصلا، وإذا قالها إنسان قد يختفي، قد ينتهي. لكن عمر يسأل: ولم ذاك؟ قال: أعطيتنا تلك الأقمشة بالسواء، ولكنك تلبس أطول منا. فسكت عمر، فنادى ابنه عبد الله، فقام عبد الله قال: يا بني أجبهم. فتقدم عبد الله بن عمر وقال للناس، قال: لما وزع أبي الأقمشة، أبي أطول من غيره، كان عمر طويلا في الجسم أطول من الناس. لما رأيت أن القماش الذي لأبي سيقصر عنه أهديته قطعتي. الابن تبرع لأبيه، وهذا الذي يلبس قطعته وقطعتي أنا التي أهديته إياها. فقال الرجل بعد هذا: الآن نسمع ونطيع يا عمر، الآن نسمع ونطيع يا عمر. هذا عمر بن الخطاب علم الناس أن البشر سواء، وأن الحكم لله، وأن الأمر بالقسط والعدل بين الناس هذا واجب على البشر كلهم، على الحاكم والمحكوم، على الغني والفقير، على الشريف والوضيع، فالناس عند الله سواء. هكذا علم عمر رعيته. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر رضي الله عنه ما كان يحابي أحدا أبدا، حتى ولاته الذين ولاهم على الأمصار ما كان يحابيهم. من الناس الذين كانوا يحبهم عمر سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة. من سعد؟ سعد ليس كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه عمر ولاية. فلما ولاه على الكوفة في بلاد العراق، كان بعض الناس للأسف يكيدون لسعد، ما يريدون سعدا أن يتولاهم، فكانوا يثيرون الضغينة وأحيانا الشكوك حول سعد بن أبي وقاص، حتى وصل الأمر إلى عمر. فأرسل عمر رضي الله عنه أحد أصحابه يستكشف الأمر وينظر هل صحيح ما يقوله الناس بسعد أو ليس بصحيح. فذهب رسول عمر بن الخطاب إلى العراق إلى مسجد
يسأل الناس عن سعد بن أبي وقاص، وكلما دخل مسجدا أثنوا عليه خيرا، حتى وصل إلى مسجد فيه أناس لا يحبون سعدا، فقال لهم رسول عمر بن الخطاب: هل ترون بأسا في سعد؟ هل تشتكون منه شيئا؟ أبيك بس تعرف شلون عمر كان يسمع للناس. كانت الشكاوى عنده بمثابة قضية. يعني اليوم بعض رؤساء الدول وبعض حكام الدول وين يصلهم واحد من الشعب حتى يشتكي على وزير ولا يشتكي على مسؤول في البلد؟ وين بينه وبين رئيس الدولة وبينه وبين الحاكم مفاوز؟ من يسمع لهم أصلا؟ لكن عند عمر من أطراف، شوف الدولة الكبرى اللي يحكمها، كل ظلامة تصل إليه، كل شكوى تصل إليه، حتى وصلت إليه الشكوى على سعد بن أبي وقاص وأرسل رسولا يستبين. فلما جاء في ذلك المسجد قام رجل، طبعا سعد يروح معاه مع هذا الرسول مسجد، وسعد يبي يسمع من اللي عليه شكوى علي أنا. فقام رجل فقال: أما إن سألتم عن سعد فإنني سأتكلم. قال: تكلم. قال: سعد رجل لا يحكم بالسوية ولا يعدل بالقضية ولا يسير بالسرية. سعد رجل ظالم، إذا حكم ما يعدل، والناس عنده ما هم سواء، وإذا خرج في سرية وإذا سير سرية ما يخرج فيها. سعد البطل الذي فتح البلاد، بطل القادسية، سعد بن أبي وقاص الذي ظل حياته من بداية الإسلام إلى نهاية حياته وهو يقاتل في سبيل الله. صار سعد الحين لا يسير بالسرية. الله أكبر، والله مشكلة إذا كان سعد بهذه الصورة. قام سعد إليه أمام الناس قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وقام رياء وسمعة، قال: اللهم فأطل عمره وأكثر عياله وأعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. تدرون منه سعد؟ سعد مستجاب الدعوة. سعد إذا دعا استجاب الله له. سعد معروف من الناس الذين إذا دعوا الله لا ما يطول الدعاء إلا ويستجيب الله عز وجل له. دعا سعد على هذا الرجل، وفعلا ما مرت الأيام والسنون إلا وهذا الرجل رؤي كبيرا بالسن، عمي بصره، كلما سمع بفتاة تعرض لها وتكلم عليها جن عقله، وبدأ يعني يتكلم بكلام والناس يعني يحتقرونه، وأكثر الله عياله وأفقرهم، حتى كان يقول في آخر عمره، كان يقول هذا الرجل: شيخ كبير مجنون أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. هكذا كان عمر يتفقد ولاته. يوم من الأيام سمع أن قائدا بالجيش، قائد من قادات جيشه، أنزل رجلا في نهر، أمر أحد الجنود أن ينزل في نهر ليتأكد في مخاضه قبل أن ينزل الجيش، لكن النهر كان باردا فمات الرجل من شدة البرد. فعاقب عمر قائد الجيش وعزله من قيادة الجيش. كيف تظلم رجلا وتسببت بموته؟ سمع أن صبيا قتل، فقالوا لعمر: اشترك 4 في قتله، ماذا نصنع؟ قال: والله لو اشترك بقتله أهل صنعاء جميعهم، في صنعاء قتل، والله لو اشترك بقتله أهل صنعاء جميعهم لقتلتهم جميعا. هكذا في ميزان عمر: العدل عدل، والنفس بالنفس، والعين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص. ميزان حكم عمر: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هكذا كان عمر يقيم الناس بالقسط وبالعدل، لا يحابي ولا يماري، لأنه ينظر إلى حكم الله عز وجل عليه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حياة عمر حياة العدل، فرضي الله عن عمر
وجمعنا به في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة من قصة الفاروق. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا يا زهدا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا